السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده بقى هنعمل اكله شتويه حلوه قوي، وهي طاسه الكبد والقوانص. شتويه بتتاكل والجو ساقعه كده بتدفي الواحد. جبنا هنا الطاسه وحطينا فيها شويه من الزيت، وبعد كده هنحط عليها معلقه توم مفروم صغيره. هنشوح التوم، انا مش عايزاه يصفر خالص، انا عايزاه بس يا دوبك كده متشوح مع الزيت. واول كده ما نحس ان هو اتشوح معاه، هنروح نازلين بقوانص متقطعه. القوانص بس، مش هنحط الكبده دلوقتي لان القوانص طبعا بتاخد سوا. وهنا كده كان عندي الزور بتاع الفرخه مقطعاه قطع كده وحطاه مع القوانص. يعني جربوا كده الرقبه او الزور بتاع الفرخه، هتعجبكم جدا مع الكبد والقوانص. بعد كده سيبناها تستوي شوية، لان طبعا دول بياخدوا سوا عن الكبدة. والكبدة لو حطيناها في الاول هتنشف ومش هتبقى طرية، مش هتبقى حلوة خالص. يعني نفضل ان احنا نسوي القوانص شوية. بعد ما القوانص بقى تستوي شوية كده ونقعد نقلبها، اما نحس ان هي ابتدت بقى خلاص المية اللي فيها نزلت وابتدت تطلع صوت تحمير كده، هنكون طبعا مقطعين الكبدة قطع صغيرة كده، وهنحطها على جنب. مش هنحطها على القوانص المستوية علشان ما تزفرش بقية الاكل، لان طبعا هي لسه نية. هنركن القوانص وبعد كده هنحط الكبدة على جنب كده، وهنفردها ونظبطها. وهكون محضرة بصلاية متقطعة قطع صغيرة، وفلفل بقى حراق، ومعاه فلفل رومي كمان. حابين تقطعوا طماطمية زي ما تحبوا، بس انا مش بفضل عليها الطماطم يعني، بس للي حابب طبعا عادي جدا. وبعد كده هنغطي عليها، ومش هنبقى معليين النار قوي، يعني نار وسط كده. وبعد شوية كده حوالي 3-4 دقايق هنعري عليها الغطا بتاع الطاسة، وهنبتدي بقى نقلبها. هتكون الكبدة خلاص بقى ابتدت لونها يتغير، هنبتدي بقى نقلب كله على بعضه. وبعد كده هنحط رشة من الكزبرة الناشفة. طبعا احنا ما حطيناش توابل، حطينا من كل تابل كده نص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة ممسوحة من الكزبرة الخضراء ومن الفلفل الاسود. وكمان هنحط بابريكا، وحطيت كمان شطة حمرا. طبعا الشطة دي بتاعتكم، حابين تزودوا تقللوا ما تحطوش خالص زي ما تحبوا. وهنبتدي بقى نقلب كده كله على بعضه لغاية بقى ما التوابل تتوزع كويس مع الكبد والقوانص والفلفل كمان والبصل، لان انا حطيت كله على الوش وما قلبتهوش في الاول. ونسيبها بقى تستوي مع بعض وتكمل سوا لغاية ما كل الخضار ده ينزل المية، ونبتدي بقى نسمع الصوت بتاع التحمير، معنى كده ان هي اتسبكت خلاص. وطبعا احنا ما حطيناش الملح، هنحط الملح. يفضل ان احنا في اي لحوم، فراخ، لحمة، كبد وقوانص، كبدة، اي حاجة فيها فيها بروتين عامة، نملحها في الاخر خالص علشان تبقى طرية، والمية بتاعتها يعني ما تنزلش في الاول وتبقى ناشفة. اي نوع بروتين في اللحوم عامة. بعد كده بقى هنا كانت خلاص استوت معانا، وخلاص بقى الزيت كده اتسبك وابتدى صوته بقى صوت التحمير زي ما انتوا شايفين كده. ممكن على فكرة نحمر مكعبات بطاطس ونحطها على الأكلة ونقلبها تقليبة، بتبقى حلوة جدا برضو. بس أنا حبيت أعملها كده النهاردة من غير حاجة. الأكلة دي شتوية قوي يا جماعة ومغذية جدا. لو حد كده عنده أنيميا، حاسس انه دايخ ومهبط، لو كل الأكلة دي هتظبط معاه جدا على فكرة وعن تجربة. وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام عليكم، باي باي.